بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في قناة أم لينا الوصفات الاقتصادية. اليوم البنات جبنا لكم لابوري بلا صوص ودرناها بالدجاج. بالدجاج درناها بليبول تاع الدجاج. ها هي ليبول تاع الدجاج عندنا، حمرناهم ودرناهم في لاصوص بلا لاصوص تاع طوماطيش. البنات اللي فاتوا منا فضلا وليس امرا منكم حبيبات قلبي، ديروا لنا اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، نفوتوا للوصفه والمقادير مباشره. شا عندي هنا في لابيوري تاعي انا هنايا، شوفوا راني درت البطاطا قطعتها مربعات صغار، نقيتها شلتها مليح مليح، ورايح ندلها شويه تاع الملح. هاني الملح، ندلها شويه تاع الملح ونخليها حتى تغلي وتطيب مليح، وراني نرجع لكم. شوفوا انا هنا شا عندي ضرب. بعد ما درت البطاطا تاعي تغلي، عندي هنا نص السرده تاع دجاج كنت طحنتها، درت لها فصوصه تاع ثوم، ورايحه نزيد عليها شويه تاع معدنوس. ومن بعد شندير لها زوج مغارف تاع لا شابلور خبز مطحون، ورايحه ندير لها شويه تاع الملح، مكثرش الملح. بعد ما درنا شويه تاع معدنوس راح ندير التوابل، ندير شويه تاع راس الحانوت، راح ندير شويه تاع فلفل مكحل، ما نكثروش التوابل بزاف لخاطرش راح نزيد ندير في لاصوص طوماط تاعي. راح ندير شويه تاع كمون، وندير شويه تاع سكنجبير. هذه هما التوابل تاعنا. من بعد اش عندي الحبه تاع البيض، راح نديرها عليها. راح نخلط هذو المكونات مليح مليح، ونشكلهم عباره على كرات، نمزجهم مليح، يعني ندخل الخبز مع البيض التوابل مليح والثوم. ثم ما تكثروش بزاف، زوج سنينات بزاف يكفوكم. هذه هي معنا العقده تاعنا هنا راهي واجده. حنا رايحين نروح نشكلوها عباره على كرات، يعني رايحين نديرهم ديبولات. انا هنا كما قلت لكم نشكلهم ديبولات، نتوما وما تبغوا على حسب الكبر تاعهم، نشكلهم كامل ونديهم نقليهم. هنا شوفوا راني دايره المقله تاعي، راني دايره فيها شويه تاع زيت تسخن، ما قويتش الزيت بزاف، انا مانيش مقويه الزيت بزاف. ندير هذوك ليبولات تاعي تاع الدجاج اللي نحمرهم نقليهم الزيت، حمروا نار قليله باش يطيب الدجاج مليح. نكملهم كاع نحمرهم نقليهم مليح، ومن بعد راني نرجع ليكم بعد ما نطيبهم ان شاء الله. شوفوا هنايا هذو اللي قلت انا راه نضربهم ونبردوهم. انا هنا راني نقص النار ونطيب فيهم نار قليله. دروك شنو حندير؟ نبلا هذوك اللي نبلعهم بالزيت بعد ما حمرتهم. وهذه الزيت ماشي راح نقيسها. شنو راح ندير؟ عندي هنايا سنات تاع ثوم، نديرهم هنا. عندي طماطيش كنت ربيتها، وعندي هنا مغرف تاع طماطيش تاع العلب. نجيب هنا الفرشيطه، الطماطيش هنايا كانت عندي قليله مرابيه اللي تحب يعني اللي ربيتها، زدت عليها شويه تاع صوص طماط تاع البيتزا نصنعها من قبل.
ندير شويه تاع الملح، ندير شويه تاع فلفل الكحل، نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج رايحه نديرهم في لاصوص تاعنا. ندير شويه تاع راس الحانوت، عندي شويه تاع سكنجبير، وعندي شويه تاع الكمون. هادو هما التوابل تاعنا. وعندي كاخر لمسه عندي معدنوس. كان هذا هو المكونات تاعي مليح. من بعد واش ندير؟ عندي راح نجيب نص كاس تاع ما نديرو ليها. انا هنا درت الكاس تاع الماء صغير ما كبرتش. بعد شنو ندير؟ هذاك الدجاج تاعي اللي كنت حمرته رايحه نديرو هنايا في لاصوص تاعنا. نخليه يطيب فيها مده 10 دقائق حتى ربع ساعه وراني نطفي عليه. شوفوا هنايا الطماطيش تاعنا، لاصوص تاعنا راهي تقريبا واجده. راح نوريكم كيف راهي هكذا. راهي الله يبارك خاثره. دوك نطفي عليها ونروحوا نطحنوا البطاطا تاعنا. شوفوا هنايا درك بعد ما طابت لي البطاطا تاعي، شنو حندير لها؟ رايحه ندير مرصو تاع فرماج طري اي نوعيه كانت عندك، ورايحه نزيد ندير مغرف تاع مارغرين، ورايحه ندير عليها شويه تاع حليب سخون. راح الحليب سخون ماشي بارد. هنا كيما راني قلت لكم عندي كاس تاع حليب يكون سخون ماشي بارد. رايحه شنو حندير؟ انا رايحه دروك نطحنها بالباتر، مانيش راح نطحنها بالميكسر. شوفوا الا كان طحنتوها بالميكسر راح تخرج لكم يعني معلكه وما تجيكمش شابه كيما تاع الباتر. خير نطحنها انا مليح وراني نعاود نرجع لكم. شوفوا هذا هو الشكل تاع لابوري تاعنا، القوام تاعها يعني ما جاتنا خفيفه ما جاتنا ثقيله، وما بالميكسر ما تجيناش يعني احنا نقولوا تتعلق، جات لاباس عليها. راح نحطوها في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع لابوري تاعنا اللي كنا درناها بلا صوص والدجاج. راح نزيدوا عليها فقط كاضافه خفيفه صغيره شويه تاع معدنوس باش نكاسيو الالوان. هذه هي، هذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. حاجه خفيفه سهله خاصه في ذا الصيف. دروك تخلي علينا الصيف لازمنا غير حوايج خفاف كيما هكذا. هذه هي البنات، نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله.